السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدا لا فيديو حبيت نطلب منكم دعموا القناه تاعي، ديروا لايك وابوني وشكرا لكم. نبداو لا فيديو تاعنا اليوم. راح نحضر معكم لا كاروت فيشي. اولا باش ندير هذا الوصفه نحتاج كميه من لا كاروت. انا ما درتش بزاف، درت غير 4. ونحتاج ثاني شويه تاع ثوم. راح نقشرهم كامل ونغسلهم. من بعد لاكاروت تاعي راح نقطعها، يعني راح نشارك معاكم الفيديو بالتفاصيل. هاد لاوسات نلقاوها بزاف يديروها خاصه في الحفلات. هاد الوصفه تلقاوها بزاف في لي صال دي فيت، كي يكون عرس هكا بزاف يحضروها تما. انا هاد الطريقه قلتها لي وحده من لافامي، قالت لي بلي تجي بنينه وقلت نجربها. جربتها الخطره اللي فاتت عجبتهم كامل، قالوا لي هايله. وهاد الخطره قلت نعاودها معاكم. كما راكم تشوفوا بعد ما غسلت لاكاروت تاعي مليح دوك راح نقطعها ودرتها في الماء. نضيف لها شويه تاع الملح ونضيف شويه تاع راس الحانوت برك ونديرها تغلى حتى تطيب هذيك لاكاروت. هنايا من جهه واحده اخرى درت شويه تاع الزيت وشويه تاع بون ديروا زيت ولا ديروا الزبده كيما حبيتوا. زدت له شويه تاع الثوم والملح. من بعد زدت هذيك لاكاروت تاعي وبديت نقلي فيها مليح كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. راح تحاولي تقليها مليح. انا كما قلت لكم انا درت كميه صغيره بزاف باسكو راح نقدمها مع الرز، دونك ما كترتش بزاف. انايا راح نزيدو شويه تاع الماء باش تشرب لنا هذيك لا كاروت لا صوص. دونك راح نزيدو شويه تاع الماء ونخلوها طيب على نار هادئه. فوالا بعد ما تشربت كامل هذاك الماء راح نزيدو لا كريم فريش. انا استعملت هذه النوعيه تاع متر. فوالا راح نزيدو كامل لا كريم فريش. انا ما راحش نكتر بزاف، درت غير شويه. راح نحركها ونخليها تزيد 3 دقائق هكاك على النار. من بعد نحيها. وما تنساوش تزيدوا لها رشه تاع الكزبر اللي راح تزيد لها في البنه. هذا هو شكل تاع الطبق تاعنا بعد ما طاب وجا بنين بزاف. ننصحكم تجربوه. هاي لحقنا لاخر الفيديو. ما عليا نقول لكم غير تبقاو على خير في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش دعموا القناه تاعي والى الملتقى.